السلام عليكم. عاملين ايه يا بريبتو؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ exam 3. نمبر 1 بيقول لي choose the correct answer. الريل equal what؟ انا قلت لكم قبل كده هوت ان الريل equal حاجتين. يا اما هيقولها لي كده هوت، هيقول لي ان الريليشن ديت اللي هي التو انترفالز كده بيكون open وواحده نيجاتيف انفينيتي والتانية انفينيتي، يا اما هيقول لي الكيو يونيون كيو داش اللي هي الراشونال نمبر يونيون الايه الirrational ايه نمبر. يبقى عندنا حاجة من اتنين بيديها لي الايه الريل. نمبر 2 بيقول لي what is the value of ده بلس ده. طيب ده بلس ده بننزل الروت زي ما هو، ما دام هو الاتنين سيم روت بنفس الباور كمان. تمام، وهنا اكن في 1 coefficient بتاع 1 وهنا 1 هي equal to روت 5. ممكن على الكالكوليتور هيدانا. طيب هي مش موجودة هنا، هضطر ان انا اعمل ايه؟ هضطر ان اعمل كل واحدة على الكالكوليتر، هشوف مين اللي هتدينا 2 روت 5. هتيكوال كام؟ هتيكوال 20 روت 20. Number 3 which of the following represents the factorization of the polynomial دوت. طيب اولا البولينوميال ده كده مش مترتب. اول حاجة احنا قلنا اي بي سي factorizing بنعمل ايه؟ اول حاجة بنعمل rearranged، بنعيد ترتيبها تاني لو مش مترتبة. تاني حاجة بشوف لو في common factor ما بين الايه ما بين الترمز. طيب هنا اول حاجة هي مش مترتبة، هرتبها ازاي؟ اول حاجة باخد كل واحد بالساين اللي قدامه. فانا عندي هنا هتبقى نيجاتيف x بار 2 بلس 5x ماينس 6. طيب هعمل ايه في النيجاتيف اللي قدام الاكس بار 2؟ باخدها از كومن. يبقى هعمل ايه؟ هاخد النيجاتيف از كومن، وما دام اخدناها از كومن وفتحنا براكت هنغير الساين بتاع كل ترم. ده بدل ما هو نيجاتيف هيبقى بوزيتيف، ده بدل ما هو بوزيتيف هيبقى نيجاتيف، وده بدل ما هو نيجاتيف هيبقى بوزيتيف. وبعدين هبتدي اعمل فاكتورايزنج وما ننساش ان في نيجاتيف بره. تمام. طيب هعمل فاكتورايزنج ازاي؟ ما دام مفيش عندي كاوفيشال الاكس باور 2 بعمل ايه؟ بفتح 2 براكت، واحد اكس والتاني برضو اكس. ابتدي بقى احط الساين. الساين بحطها على حسب ايه يا حبايبي؟ على حسب الثيرد ترم. الثيرد ترم هنا عندي بوزيتيف، فانا بعمل ايه؟ بيقول لي ماليش دعوه، راح خد الساين بتاع الميدل حطيه في التو ترمز، حطيه في التو ايه في التو براكتس. يبقى هنا الايه البوزيتيف ساين في الثيرد ترم ملوش شخصيه. بيعمل ايه؟ بيقول لي هاخدي الساين بتاع الميدل حطيه في التو براكتس. يبقى انا هحط في التو براكت نيجاتيف. وما ننساش نعمل فاكتورايز لل6 بالساين بتاعتها. ليه بالساين؟ هقول لكم. ال6 عباره عن 6 تايمز 1 و2 تايمز 3. الساين بتاعتها اللي هي كانت بوزيتيف احطها كده فوق عشان هعمل بلس للايه للفاكتورز بتاعتها. هنا هي ايكوال 7 وهنا هي ايكوال 5. ببص كده على الميدل ترم عندي مين؟ ده الميدل ترم عندي مين؟ ال5. فانا هاخد دول كده هحطهم بقى فين؟ هحطهم في التو براكت. يا ترى مين احطه هنا ومين هنا؟ ما دام نفس الساين يبقى احط اي واحد هنا واي واحد هنا. يبقى دي كده الايه الانسر بتاعتي. هدور كده عندي في الايه في التشويسز هيبقى لتر دي. نمبر 4 بيقول لي if دوت equal ده تمام وده equal ده then ده equal 1. تمام. طيب اول حاجه عندنا الايكويشن الاولانيه دي كده عباره عن ايه؟ لو بصينا كده سيبنا من الايكوال ديت، ده كده عباره عن ايه يا حبايبي؟ difference between two squares. ادي كده سكوير وده سكوير. طيب في الديفرنس بين تو سكويرز كنا بنعمل ايه؟ تو براكتس. الله ينور عليك. واحد بلس والتاني ايه؟ والتاني ماينس. هجيب روت الاولاني هي ايكوال ايه؟ حطه في التو براكتس، وايه روت التاني واحطه برضه في التو براكتس. ايكوال كام؟ كل ده ايكوال كام؟ انا عملت فاكتورايز بس لدوت وبعدين هشتغل اكمل. عندي ايكوال كام؟ كل الفاكتورايزنج بتاع ده ايكوال 45. تمام. طيب هو عطينا ال a minus ال b بكام؟ ب 5. يبقى مكان ال a minus ال b هي equal 5. 5 times كام؟ هي equal 45. هعمل 45 divided by 5 هي equal 9. يبقى أنا عندي خدوا بالكم اللي أنا هجيبه ال a plus ال b equal 9. هو عايز ال a plus ال b ولا عايز روت ال a plus ال b؟ ده عايز الروت بتاعها. فأنا هعمل إيه؟ هجيب الروت بتاع ال 9. يبقى هت equal روت 9. يبقى هي equal كام؟ هي equal 3. طيب يعني مش بوزيتيف نيجاتيف يا ميس؟ لا مش بوزيتيف نيجاتيف، هي ايكوال 3 بس. طب ليه مش بوزيتيف نيجاتيف؟ امتى يكون بوزيتيف نيجاتيف؟ لو انا قلت لكم اكس باور 2 ايكوال 9، هكنسل الباور واحط انا مكانه روت. يبقى الروت ما كانش موجود، انا اللي بحطه مكان الباور. يبقى لو لقينا تو ذا باور 2 بحط بوزيتيف نيجاتيف
الروت دوت. لكن ما فيش هنا، انا ما عنديش اكس اساسا وما عنديش باور 2، ده هو بيقول لي الروت على طول، هو اللي قايل لي ان هو بوزيتيف، فهيفضل زي ما هو بوزيتيف، هتطلع الانسر ايه؟ 3. نيجي نمبر 5، بيقول لي هنا if x power 3 plus 27، ده كده عبارة عن ايه يا حبايبي؟ ده كده sum between two cubes، براكت صغير براكت كبير. طيب هو البراكت الصغير عطهولي وحاطط فيه الايه؟ الترمز بتاعتي. طيب انا هعمل فيه ايه؟ بعمل سكوير الفيرست وسكوير السكند احطه في الاخر، وبعدين الميدل ترم بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن الفيرست تايم السكند، بس كده. بس بغير الساين بتاع البراكت الصغير، بعمل الاوبوزيت بتاعه. هنا عندي بلس هيبقى ماينس، و3 تايمز اكس هيكوال ايه؟ 3x. يبقى انا عندي كي هتيكوال كام؟ نيجاتيف 3x. نمبر 6 بيقول لي هنا ايه؟ عايز الفاليو اوف x. اعطوني رايت، اعطوني رايت، خلاص يبقى هشتغل على البايثاغورس ثيورم. يبقى انا هقول له ايه؟ هقول له ان ده كده باور 2، مش ده كده عبارة عن الايه؟ خدوا بالكم حبايبي، الهايبوتنس هو اللي بيتعمل الاول باور 2 لوحده، وبعدين ايكوال السايد ده باور 2 بلس السايد ده باور 2 ايكوال 20 باور 2 بلس ال 21 باور 2. هستخدم الكالكوليتور بتاعتي وهقول هنا 20 باور 2 بلس 21 باور 2 هي ايكوال كام؟ 841. هو مين ده بقى؟ الاكس باور 2. هي دي بقى يميس اللي بنحط فيها بوزيتيف نيجاتيف. هي دي الحل اللي بحط فيها بوزيتيف نيجاتيف، بكنسل الباور بحط بوزيتيف نيجاتيف، بس هنا مش هحط بوزيتيف نيجاتيف. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها لينس بالايه؟ بالنيجاتيف. مفيش حد بيمشي بالنيجاتيف، كل اللينس او الديستانس بتكون بالايه؟ بالبوزيتيف. يبقى ناخد بالنا لو ما عنديش ديستانس او ايه او لينس، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل بوزيتيف نيجاتيف. عندي لينس او ديستانس يبقى انا بجيبه بالبوزيتيف بس. هجيب الكالكوليتور بتاعتي واحط كده الايه؟ ال 800 41 اندر الروت واشوف يدينا كام. عطانا 29، يبقى الاكس هتيكوال كام؟ 29 سنتيمتر. نمبر 7 بيقول لي if AD is a median in triangle دوت، تمام. the length of AD is 9، ال M is a centroid of the triangle ABC then AD equal. طيب مسألة زي دي كده حبايبي مستحيل ان انا اعمل imagination وتطلع صح. تمام، اول حاجة بنرسمها. يبقى اي مسألة بالمنظر ده هتترسم يا حبايبي. عندي التراينجل بتاعي اسمه ABC، اي تراينجل، بس نعمله كبير شوية عشان نقدر نشوف الليترز بس. بيقول لي هنا الميديان، تمام. الاي دي ده عباره عن ميديان، يبقى هنا عندي نزل من عند الاي، نزل على الاوبوزيت سايد، تمام. واكيد عمل ايه هنا؟ هنا عباره يعني ايه؟ يعني ايه ميديان؟ الميديان عباره عن لاين جوين ما بين الفيرتكس والميد بوينت اوف ذا اوبوزيت سايد اوف ذيس فيرتكس. يبقى هو عباره عن جوين ما بين الفيرتكس ايه والميد بوينت، يبقى ده كده هيكون ايكوال ده. تمام. اعطينا اللينس بتاع الاي دي بكام يا حبايبي؟ ب 9 سنتيمتر، يبقى دي كده 9. ال M is the centroid of the triangle ABC. تمام. طب هي السنترويد دي كانت بتتحط فين؟ تعال نشوف بقى كده هنحطها فين السنترويد ده. بتبقى موجودة على الميديان، بس بتبقى بريشيو معين. تمام، يعني مش في الميدل، لا مش في الميدل، هي قريبة من ناحية البيس، لأن البيس هياخد 1، ناحية البيس ياخد 1، ومن ناحية الفيرتكس ياخد 2، كله على بعضه ياخد 3. تمام. 3 ده كده يميز ده كده، اذا كان هو بيقول ان هو 9. لا انا ما بتكلمش على اللينس بتاعه، انا بتكلم على الريشيو بتاعه. تمام. طيب تعال نشوف بقى هو ايه، هو عايز ايه. طب احنا هنقسم الناين دي، انا كده عايزه اقسم الناين، كل واحد ياخد نصيبه، هياخد كام؟ تعال نشوف كده. عندنا حاجه من اتنين، يا اما هعملها كده اهوت، هشوف هو عايز ايه الاول. عايز الدي ام، فين الدي ام؟ الأول دي كده اسمها ام. عايز الدي ام الجزء الصغير، الجزء الصغير يعتبر قد ايه من كله؟ من الناين دي كده كلها 1 third، 1 over 3. يا اما هقول له 1 over 3 times 9 هي equal 3 سنتيمتر. يا اما هشتغل بطريقة تانية، ايه هي؟ امسك الناين دي كده اقسمها على 3، اعمل لها divided by 3. تمام. يبقى كده الصغير ياخد 3، عايزه اجيب الكبير، يبقى هنا تايمز 2 هي ايكوال 6، يبقى هنا 6 و3. تمام كده مظبوطه. هو عايز مين الاول؟ عايز الدي ام ب 3 سنتيمتر. خلاص كده خلصنا. نمبر 8 بيقول لي which of the following formulas is used to calculate the measure of an interior angle in the regular polygon. طيب
عشان اجيب الايه، هو عايز الايه، عايز الميجر اوف انتيريور انجل، الانجليه الواحده، الانجليه الواحده في الريجولار بوليجون. بعمله ازاي؟ بقول له ان ماينس 2 تايمز ال 180 ديفايدد باي ان، وما نتلخبطش بينها وبين اللي جنبها. نعلمها ازاي؟ عندي ان فوق ان تحت. يلا اللي بعده. بيقول لي if the projection of the point ديت which lies on the a cumulative frequency curve on the axis of the interval determines ذا ميديان. تمام. وات از اوردر اوف ذا ميديان؟ عايز الاوردر. طيب بصوا كده يا حبايبي، كنا عشان نجيب الكيرف، ولما كنا بنعمل الكيرف هعمل كده اي كيرف، وبعدين كنا بنجيب الاوردر. تمام. كنت بجيب الاوردر ازاي؟ فاكرين الاوردر بتاع الميديان ايكوال ان ديفايدد باي 2. تمام. وبعد ما اجيبه بروح اشوفه هو فين على الواي اكسس، وامشي من عنده اروح اعمل ايه، اروح اخبط كده، اعمل هيت كده، اخبط في الايه، في الكيرف بتاعه، وبعدين انزل اقوم جايبه الميديان بتاعي. يبقى اللي عمل هيت مع مين؟ مع الاكس اكسس، ده الفاليو اوف ميديان. لكن اللي عمل هيت مع هنا عندي في الكيرف نفسه اللي جاي من عند الواي، ده الاوردر اوف ميديان. طيب انا عندي الاوردر ديبير بقى كده، عندي عباره عن ايه؟ الاوردر ديبير عباره عن اكس وواي. اي اوردر ديبير في التاريخ بيبقى عباره عن اكس وايه، اكس وواي. طيب عندنا هنا عندنا ايه؟ احنا قلنا لسه ان الفاليو اوف ميديان عند الاكس، يبقى الاكس ده بيمثل ايه؟ بيمثل الفاليو اوف ميديان. طب امال الواي بيمثل مين؟ بيمثل الاوردر اوف ميديان. هنعلمها بايه يا ميس؟ هنعلمها لما كنا بننزل عند الاكس كنت بجيب الميديان بتاعي او الفاليو بتاع الميديان بتاعي، يبقى كده اللي نازل عند الاكس ده الفاليو بتاع الميديان، لكن الاوردر عند مين؟ عند الواي. هو عايز مين؟ عايز الاوردر. يبقى انا هاخد الواي بكام؟ ب 50. يبقى الانسر it will be letter A. هنا بيقول لي answer the following questions, find the solution set of the each of the A following in real. تمام. عايزة in real. تمام. أهم حاجة بس نحط سيركل على دي in real، يبقى أنا ما عنديش أي مشكلة في أي نمبر، حتى لو كان روت، حتى لو كان روت. تمام. هبتدي أشتغل. أنا عندي هنا إيه؟ إكس واحدة بس. تمام. وده مش difference between two squares، يبقى أنا هعمل إيه؟ هودي اللي معاها الناحية التانية. بخلص الأول من مين يا حبايبي؟ البوزيتيف والنيجاتيف الأول، البلس والماينس الأول، وبعد كده أروح أخلص من التايمز والديفايدد. هودي ده الناحية التانية، بدل ما هو نيجاتيف 3 هي ايكوال بوزيتيف 3، يبقى 2x بار 2 هي ايكوال 12. هعمل هنا divided by 2 عشان اخلص من ال 2، يبقى الاكس بار 2 هت ايكوال كام؟ الاكس بار 2 هت ايكوال 6. دي يا ميس اللي قلت لنا عليها تو ذا باور 2. دي اللي قلت لكم عليها. بكنسل الايه الباور دوت تو ذا باور 2، وبعمل خدوا بالكم باور 2 بس. باور 2 باور 6 الباور الايفن، يعني الايفن باور هو ده اللي بيتعمل فيه بوزيتيف ايه، نيجاتيف. يبقى الانسر it will be ايه؟ هقول له كده السوليوشن سيت، عشان هو كان عايز السوليوشن سيت يا حبايبي. بنحط التو بريسز وبقول له بوزيتيف نيجاتيف 6، او بعمل له 6 ونيجاتيف ايه، 6 الاتنين صح. طيب تاني واحد عندي هنا في عندي 2 اكس جوه الايكويجن. يبقى في الحالة دي مش هعرف، مش هودي اكس الناحية التانية، مش هينفع. هنا هضطر اعمل فاكتورايزنج. طب عشان اعمل فاكتورايزنج، احنا لسه قايلين اي بي سي فاكتورايزنج بنعمل ايه؟ اول حاجه ري ارينج، هي مترتبه. تاني حاجه بشوف الكومن فاكتور. في كومن فاكتور ما بين التو تيرمز. عندي هنا الاكس موجوده في التو تيرم، باخد اللوست باور. مين اللي عندها اللوست اقل باور؟ الاكس ديت. يبقى انا باخد الاكس از كومن، وهعمل هنا ديفايدد اكس، وكمان هنا ديفايدد اكس. باخدها الاول بره قبل ما بحطها تحت في الدينيمونيتور، عشان في ناس بتنسى وما بتحطهاش. تمام. هنا x to the power 2 divided by x هت equal x minus هتنزل x هنا راحت مع دي، محدش يقول لي هنا مفيش حاجة. x divided x equal 1. any number divided itself equal 1. تمام. equal 0 في الآخر. هقول له كده هو يبقى ده equal 0 والبراكت كمان equal 0. يبقى أنا عندي الإكس هت equal 0 والإكس minus ال 1 equal 0، وهودي النيجاتيف الناحية التانية هتبقى بوزيتيف 1، يبقى الإكس كمان equal إيه؟ 1. يبقى السوليوشن سيت بتاعها equal 0 و 1. يلا نمبر 2. بيقول لي هنا if A equal ده و B equal ده find the using the number line. حتى لو ما قالش النمبر لاين، الأسلم لينا إن احنا نشتغل على النمبر لاين. طيب اول حاجة هعمل نمبر لاين واحد بس، مش هعمل ايه كتير، وهعمل من فوق واحد ومن تحت واحد.
عندي هنا نيجاتيف 1 أصغر حاجة، أكبر حاجة 5. تمام، يبقى هعمل 0 1 2 3 4 5، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2. يلا بينا. أول واحد عندي ال A بكام؟ بنيجاتيف 1 A closed و 3 open. نيجاتيف 1 closed و 3 open. تمام، وهعمل كده ال A color ما بينهم، وهسميها ده كده ايه. البي بقى هعملها من تحت وهعمل كلر مختلف. حضرتك في الامتحان هتعمل 2 لاينز احسن ايه ما تعمل 1 لاين. عايز تعمل 1 لاين اتس اوكي، بس لازم تكبر ويكون ايه واضح قدامك. عندي هنا 2 closed و ايه و 5 open. 2 closed و 5 open، وهعمل برضو ماتش ما بينهم. تمام. هنا عايز ايه؟ اول حاجة عايز اليونيون. احنا قلنا حبايبي اليونيون بعمل ايه؟ باخد ابعد نقطة من الليفت وابعد نقطة من الرايت بنفس الايه الانترفال. او لو كانت كلوز تفضل كلوز زي ما هي، لو اوبن تفضل اوبن زي ما هي. يبقى هنا هتيكوال وات؟ هتيكوال نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 دي كلوزد. تمام. ابعد نقطة من ناحية الرايت عندي هنا بكام؟ ب5، وال5 اوبن. ادي كده جبنا الايه؟ جبنا اليونت. طب عايزة الانترسكشن ما بينهم، يبقى الجزء اللي في النص الكومن اللي ما بينهم. تمام، والكومن اللي ما بينهم بعمل كده بنفس الانترفال. يبقى عندي كام؟ عندي 2، وال2 هنا closed، وعندي كمان هنا 3 و3 open. تمام. هو ينفع تبقى كده يعني، ولا يحطها بوينت واحدة؟ احطها بوينت واحدة لو الكومن ما بينهم بوينت واحدة، لكن هنا الكومن ما بينهم لا، في حد ما بينهم. هو ما بين البوينت والبوينت في كمان ايه؟ decimals وفراكشنز. طيب تالت حاجة عندي البي ديفرنس الاي. يعني ايه اللي موجود عند البي ومش موجود عند الاي؟ مين الجزء اللي موجود عند البي ومش موجود عند الاي حبايبي؟ نبص كده. ادي البي اللي هي بالريد ده. تمام، والايه اللي هو بالايه بالجرين. الجزء دوت من الجزء ده خدوا بالكم لده كده. ده موجود عند البي ومش موجود عند الاي فوق. تمام. هعمله ازاي؟ خدوا بالكم بقى. دي كده عندنا كانت عند الفايف، والفايف اوبن. ما عنديش مشاكل مع عندها. ليه ما عنديش مشاكل عندها؟ لان ما فيش حد كومن معاها من فوق. تمام، يبقى انا ما عنديش مشكله في الفايف، هتحط زي ما هي بنفس الانترفال، مفيش حاجه من فوق. طيب امال الثري دي هعمل فيها ايه؟ هو بيقول لي اللي موجوده عند البي ومش موجوده عند الاي. طب الثري موجوده عند البي طيب هعملها كلوزد ولا اوبن؟ هعملها كلوز لانها مش موجوده عند الاي. تمام، يبقى انا هعمل عكسها. في الديفرنس بعمل العكس، خدوا بالكم. يبقى انا هعمل 3 بس هخليها ايه؟ كلوزد. يبقى الديفرنس it will be 3 and 5. تعال نشوف الفاكتورايزيشن ده بيتعمل ازاي. عندي هنا في coefficient للاكس بار 2. طيب هعملها ازاي؟ دي بتتعمل سيزر. يبقى احنا لو عندنا مفيش coefficient هنا بفتح 2 براكتس عادي اكس واكس. عندي هنا في coefficient فهضطر اعمل ايه؟ هضطر اعمل سيزر. هنا هتبقى 2 اكس وهنا اكس، وبعدين هنا عندي 1. مفيش حاجة عندي غير ايه؟ 1 تايمز 1 ملوش حل تالت يعني. تمام. طيب هعمل ايه يا حبايبي؟ انا عندي هنا السرد عندي بوزيتيف. يبقى انا معنى كده هيقول لي روحي خدي الساين بتاعه الميدل وحطيها في التو براكتس. يبقى احط هنا بلس وهنا بلس. اتاكد بقى ازاي؟ اكس تايمز 1 ايكوال اكس، 2 اكس تايمز ال 1 ايكوال 2 اكس. هعمل لهم بلس لان انا عندي السرد بوزيتيف، هعمل لهم بلس. هي ايكوال 3 اكس مظبوطه، الميدل ترم مظبوط. هياخد اللي فوق كده مع بعض واللي تحت مع بعض. يبقى هنا هتبقى 2 اكس بلس ال 1، وعندي تحت اكس بلس الايه؟ بلس ال1. طيب تاني حاجة عندنا، خدوا بالكم ده فاكتورايزنج بس، مش عايز سوليوشن سيت ولا حاجة. تمام، فاحنا بنعمل تو براكتس وخلاص. طيب هنا ما عنديش كوفيشن للام؟ لا ما عنديش. خلاص يبقى انا هفتح تو براكت، واحد ام والتاني ام. طيب وال1 ما عنديش غير 1 تايمز 1. طيب اتاكد ازاي؟ هي 1 تايمز 1 وعايز الايه؟ السم ما بينهم. ادي 1 تايمز السم ما بينهم يدينا 2 مظبوط. ده عطانا الميدل ترم مظبوط. يبقى انا هقول 1 و1. احنا قلنا لما بيكون السرد بوزيتيف بيقول لي ما هو ملوش شخصية، روح خد الساين بتاعة الميدل حطها في التو براكتس وكده خلاص خلصت. ميس هي كان ليها انسر تانية. ده كده عبارة عن ايه؟ ده كان عبارة عن بيرفكت سكوير تراينوميال. ممكن نعمل له ام، وبنعرفه ازاي؟ بعد ما خلصنا لقينا الاتنين نفس الساين بنفس كل حاجة. ممكن اعمله كده يا ميس تو ذا بارتو. يبقى ده كده صح وده كمان صح.
طيب يلا بينا نشتغل ده. ميس هنعمل سيزر؟ لا، احنا قلنا اي بي سي فاكتورايزنج نعمل ري ارينج. تاني حاجه نشوف الكومن فاكتور. في كومن فاكتور ما بين التو تيرمز؟ اه، ال2 is a common. يبقى هطلع ال2 بره، وهعمل هنا divided 2 وهنا كمان divided 2. هتبقى x بار 3 plus ال 8. بقى كده عندي sum between two cubes. هفتح two brackets وما ننساش ال 2 تنزل بره الاول. two bracket، واحد ايه صغير والتاني كبير. الصغير بعمل فيه ايه؟ باخد كيوبيك روت الفيرست، كيوبيك روت السكند، والساين بتاعتي ما بغيرهاش في البراكت الصغير. تمام. وبعدين باخد سكوير الفيرست اكس بار 2، سكوير السكند خليه في الاخر، ودايما السرد بياخد بوزيتيف. مين اللي بنغير الساين بتاعته؟ الميدل، بيبقى الاوبوزيت بتاع الساين بتاع البراكت الصغير. وهعمل فيرست تايمز سكند، 2 تايمز اكس ايكوال 2 اكس. وكده خلصنا الفاكتورايزنج. ال E is a midpoint of each دوت and دوت. تمام. ال E هنا تعتبر midpoint لللاين ال DC واللاين كمان ال AB. طب ما انا عندي ال DC وال AB دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاتنين intersecting in one point. يعني معنى كده هطلع منهم ايه يا حبايبي؟ الله ينور. ما دام شفنا علامة السيزر دي هطلع على طول vertically opposite ايه؟ angle. الله ينور عليكم. يبقى الانجل دي هتيكوال الانجل دي. طيب يبقى ينفع ان انا اقول ان هما الاتنين كونجروانت؟ اه، بقى انا كده عندي كده ايه؟ عندي توافر ثلاث حاجات. ايه هما؟ عندي السايد الاي دي هيكوال الاي سي. يبقى هقول له كده الاي دي ايكوال الاي دي، سوري، هيكوال الاي سي. تمام. وعندي ايه كمان؟ الاي اي هيكوال الاي بي. وعندي الانجل لسه احنا ثابتينها اللي هي دي اي بي. الانجل دي اي بي ايكوال الانجل سي اي اي. ليه vertically opposite angle. هسمي ده كده نمبر 1، وهسمي ده كده نمبر 2، واقول له from 1 و 2 يبقى التراينجل ده congruent للتراينجل ده. واحط الكيس بتاعتنا في الحالة بتاعتنا دي انهي حالة؟ اه، دي اللي هي سايد انجل سايد. اه، تو سايدز اهو، ما بينهم ايه؟ انجل، اللي هي علامة الفي قلنا عليها سايد وسايد وما بينهم ايه؟ انجلين. تمام. يبقى هنا هقول له الكيس بتاعتنا اس اي اس، وثبتناه. طيب عايز ايه كمان مني؟ عايز نثبت ان ال AC parallel لل DB. عايز اثبت ان ال ACD parallel للايه؟ لل DB. طيب هنعملها ازاي يا حبايبي؟ عندي هنا ايه؟ احنا قلنا الايه؟ ال two triangles are congruent. تمام. الانجل ايه دي ايكوال دي احنا ثبتنا من الاول، وبقت الانجل بي كمان ايكوال الانجل مين؟ ايكوال الانجل ايه. طيب والانجل كمان مين تاني؟ الدي ايكوال الانجل سي. طيب خدوا واحدة بس منهم، ناخد الانجل بي والانجل ايه. وهنا سنس بقى، وهنا هنقول او مش سنس، هقول هنا خلاص احنا ثبتنا ان هما كونجروانت. يبقى هقول له therefore الانجل A ايكوال الانجل B. طيب هما لو بصينا لهم كده الانجل A والانجل B، ده في علامة الزي اهو يا مس. يبقى دول كده ايه؟ في وضع الالترنيت وايكوال بعض. يبقى اكيد اللاين ده اللي هو الاي سي بارلل للايه؟ للسايد ايه؟ السايد بي دي. يبقى تاني، يبقى احنا ثبتنا ان الانجل دي ايكوال دي، وهما الاتنين في وضع الزي يعني وضع الالترنيت. يبقى اكيد السايد ده بارلل للسايد ده. يبقى هقول له therefore الاي سي بارلل للدي بي proved. يلا نشوف كده نمبر 5. بيقول لي هنا find measure of A. عايز الميجر اوف A. طيب هو عطينا ايه يا حبايبي؟ عطينا ال هو مش عطينا اي حاجه خالص كاتبها لنا، هو عطاها لنا كله على الرسم. احنا قلنا في حاجه اسمها قرايه الرسمه، تفهم ايه من الرسمه. عطينا كده ال ده كده اللاين بتاع ال بيربنديكولار وبايسكت للبيس اللي هو البي اي او الاي بي. اذا ما دام اللاين ده بيربنديكولار وبايسكتور يبقى اللاين دوت ماله؟ سيمتريكال لاين. الله ينور عليكم. يبقى ده سكولد وات؟ سيمتريكال لاين. والسيمتريكال لاين ده بيعمل ايه يا حبايبي؟ اي بوينت على السيمتريكال لاين بتبقى equidistance from its terminal. يبقى هنا ال is symmetrical
line then البوينت ال مالها equidistance from، هي equidistance من عند مين ومين؟ من عند الايه؟ التيرمينال. يعني التيرمينال يعني التو اند بوينت بتاع اللاين اللي هي perpendicular عليه. يبقى هنا عندنا from مين؟ from الاي بي. تمام، يبقى احنا ثبتنا ان كده ان الايه الدي بي ايكوال الدي اي. يبقى الدي اي هتيكوال الدي اي. طيب ما دام هما ايكوال بعض، هو الدي اي بكام يا حبايبي؟ الدي بي سوري ايكوال للدي اي. الدي بي بكام يا حبايبي؟ ب 2 ان ماينس 1 ايكوال الدي اي بكام؟ ان بلس ال 5. هودي ال n الصغيرة للكبيرة هتبقى 2n ماينس n، وهودي ال 1 الناحية التانية بدل ما هو ماينس هيبقى بلس 1. يبقى هتيكوال 5 بلس ال 1. هنا 2n ماينس n هتيكوال n ايكوال 6. يبقى احنا كده جبنا ال n ب 6. طب هو عايز مني ايه؟ قال انا عايز الميجر بتاعة الانجل ايه. طيب هجيبها ازاي؟ طيب واحدة واحدة كده حبايبي. هو انا مش هعطيني هنا، هو تعطيني اللينس بتاع الايه السايد ده بكام؟ ب n ماينس الهاف. طيب احنا لسه جايبين ال n بكام؟ ال n ب 6. يبقى n ماينس الهاف هقول له 6 ماينس الهاف هيكوال 5 اند هاف. تمام. طيب والسايد ده هيكوال كام يا حبايبي؟ هو مش ده 2 n ماينس ال 1؟ طيب مش هشتغل على الصغير على الناحية التانية هنا احسن، عشان انا عايزة الايه؟ عايزة الانجل بتاعت الايه. طيب هي دي كده طالعة ب 5 اند هاف، هيبقى ده كمان 5 اند هاف. والسايد ده هيكوال وات؟ ال n بلس ال 5. يبقى 6 بلس ال 5 هيكوال 11. طيب ما لاحظناش حاجة؟ اه لاحظنا ان السايد دوت ايكوال نص السايد ده. طيب ما احنا عندنا ده كده عبارة عن رايت من الناحية دي، بقى كده رايت من الناحية التانية. وما دام السايد دوت هنسمي مثلا دي كده ايه كده ولا حاجة. وما دام الاي اي هتيكوال هاف الدي اي، والدي اي ده كده عبارة عن ايه يا حبايبي؟ عبارة عن هايبوتنس. الله ينور عليكم. ما دام السايد ده ايكوال هاف الهايبوتنس، يبقى اكيد السايد ده اوبوزيت للانجل ايه؟ 30. تمام. يبقى انا عندي هتبقى الانجل ايه بكام؟ هتبقى الانجل ايه؟ هتبقى 30 60 90. هيبقى ب 60 ايه ديجري. نقول تاني كده بسرعة، قلنا ازاي يا حبايبي؟ عندنا اللاين ال هو عطوهولي بيربنديكولار اند بايسكتور للايه؟ لللاين اللي اسمه اي بي. ما دام بيربنديكولار وبايسكتور يبقى ده كده سيمتريكال لاين. وما دام سيمتريكال لاين اي بوينت على السيمتريكال لاين بتبقى ايكويديستانس فروم اتس تيرمينال، من التيرمينال بتوع اللاين اللي هو بيربنديكولار عليه. يبقى هتكون ايه؟ الدي بي هتيكوال الدي اي. تمام. بعدين هقول له ده كده ال 2 n minus ال 1 equal ال n plus ال 5، وهقدر اجيب ال value of n. بعد ما اجيبه هعمل له substitution. عملت له هنا n plus ال 5 يبقى 6 plus ال 5 equal 11. وعملته هنا طلع ب 5 ايه and half. لاحظنا ان السايد دوت هاف الهايبوتنس، هاف السايد دوت اللي هو الهايبوتنس بتاعنا. ما دام سايد ايكوال هاف الهايبوتنس يبقى اكيد اوبوزيت لل 30 ايه؟ للانجل 30 ديجري. وما دي ب 30 يبقى انا عندي التراينجل ده 30 60 ايه 90. يبقى الانجل بتاعت الايه هتيكوال كام؟ هتيكوال 60 ايه ديجري. شوف كده نمبر 6 بيقول لي ايه. بيقول لي انا عندي التراينجل دوت تمام، وعطينا الاي بي ايكوال الاي سي. يبقى ده كده ايسوسيلس. نحط كده علامة الايكوال عند الايه كمان عند البيز انجلز. تمام. يبقى انا عندي ما دام ده ايسوسيلس يبقى التو بيز انجلز ار كونجروانت. يبقى الانجل بي هت كونجروانت للانجل سي. ايه كمان تاني؟ اعطانا باراليزم. قال لي ان الاي اي بارلل للسي بي. تمام. عايز يبقى بروف ان الاي اي ان اللاين دوت بايسكت. عايز اثبت ان الانجل دي ايكوال الانجل دي. طب هنثبتها ازاي؟ واحده واحده. هو احنا اول حاجه ثبتناها ان احنا قلنا ان التراينجل ده ايسوسيلس. الاي بي ايكوال الاي سي، يبقى therefore ان البي ايكوال السي. ادي كده اول حاجه. يبقى هقول له since ان ده ايكوال ده، يبقى therefore ان الانجل سي ايكوال الانجل بي. ادي كده اول حاجه جبناها. طيب عندي باراليزم حبايبي وسنس كمان ان الاي اي بارلل للبي سي. انا عندي ده بارلل ده. تمام. يبقى انا عندي هنا لتر زي لتر زي في اتنين alternate. في اتنين alternate. يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي مالها alternate. يبقى therefore ان الانجل سي هتيكوال الانجل اي اي سي alternate. تمام. هسميها نمبر 1.
لا هسميها نمبر ايه، نمبر هنا 1 ودي كده نمبر 2. طيب ايه كمان تاني، ما انا عندي باراليزم، وايه كمان تاني في الباراليزم؟ مش انا عندي ده بارلل ده؟ طب ما انا عندي لتر اف يا ميس الناحية التانية، يلا بينا شوف كده لتر اف، انا عندي ده كده اللي بارلل ده، واللاين الترانسفيرسال بتاعه اللي هو اللي بره بقى المرة دي اعطانا لتر اف، ده اعطانا لتر اف، يبقى اللي فوق اللاين هنا ايكوال اللي فوق اللاين هنا، يبقى الانجل بي ايكوال دي اي اي، ويبقى هنا عندي الايه الانجل بي هتيكوال الانجل دي اي اي. مالهم؟ دول corresponding، الاف تبقى اسمها corresponding. تمام، وهسميها نمبر 3. ايه ده، هو احنا مش قلنا يا ميس ان دي ايكوال دي؟ تمام، وقلنا ان دي ايكوال دي. تمام، طب ما انا عندي دي ايكوال دي من الاول، يبقى ده كمان ايكوال ايه ده، يبقى هنا عنده هقول له from 1 و 2 و 3، يبقى هنا عندي الانجل اللي هي اي اي سي هتيكوال انجل دي اي اي، يبقى therefore ان هقول له ان الاي اي ماله بايسكت الانجل دي اي سي proved. تعال نشوف كده اخر سؤال بيقول لي ايه، بيقول لي draw the ascending cumulative frequency curve then use it to ايه estimate the value of the median. يلا بينا نشوف كنا بنعمله ازاي يا حبايبي. بعمل هنا ايه الاسcending cumulative ايه table، وبعمله من تو ايه من تو parts. اول بارت عندي بقول له كده هو للزان تمام، يبقى للزان كام، اول انترفال عندي بكام بزيرو، اللي بعده للزان كام للزان 2 للزان 4 للزان 6، وبعمل كمان ايه جنب ال 6، بعمل بعد 6 كمان حد بشوف اللينس الاول بتاع الانترفال قد ايه. اللينس بتاع الانترفال هعمل واحده ماينس اللي قبلها على طول، هيدينا كام، هيدينا 2، يبقى كل مره بزود 2 فاللي بعدها هتبقى 8 اند مور، يبقى انا هحوله less than 8، وابتدي اشوف بقى كده عندي مين اللي less than 0، مين اللي قبل الزيرو حبايبي. خدوا بالكوا ده 0 اند مور، يبقى اللي less than 0 ايه، مفيش 0 دايما الايه الاسcending cumulative table ده بيبتدي بالزيرو وينتهي بالايه بالتوتال بتاعهم. هو مش عاطينا التوتال، احنا نجيب التوتال بتاعنا، هنقول كده التوتال بتاعنا بكام، ب 10. يلا بينا، مين اللي less than 2، اللي less than 2 اللي قبل ال 2 مش ملوش علاقة بال 2، اللي less than يبقى قبله بكام، ب 1. مين اللي الزام فور، كل اللي قبله، يعني مش اللي قبلها بس، لا كله هنعمل بلس ليهم كلهم هتيكوال 3. مين اللي الزام 6، كل اللي قبلها هتيكوال كام، هتيكوال 5. مين اللي الزام بقى 8، كل اللي قبلها هتيكوال كام، هتيكوال 10. فعلا ابتدى بالزيرو وانتهى بالتن. وابتدي اعمل ايه بقى، ابتدي اعمل الكيرف بتاعي، هعمل الكيرف بتاعي هنا عندي 0 2 4 6 8. حبايبي يبقى انا بعمل الكيرف على مين، خدوا بالكوا على التيبل دوت مش على دوت، يبقى انا بعمل ده عشان اعمل الكيرف بتاعي. تمام، اعلى رقم عندي كام هنا في التيبل بتاعي في اللي انا عملته 10، يبقى انا هعمل ايه، انا هعمل هنا كل 2 عشان المكان عندي صغير، حضراتكم هو كل 10 يعني حاجة صغيرة هتعملوا كل 1. اول واحد عندي كان الزيرو بايه، الزيرو بزيرو، يبقى ما طلعش في حتة، زيرو بزيرو. والتو كان بكام، التو ب1 والفور ب3، التو ب1 والفور ب3، والسكس بفايف والإيت بتن، السكس بفايف والإيت بكام، الإيت بتن. يطلع لحد فوق، كل ده كيرف، كل ده كده كيرف. وابتدي اعمل ايه بقى، انا عايزه اجيب الايه، هو عايز estimate the value of the ايه of the median. هنقول له هنا هوت الايه الاوردر اوف median. الاوردر اوف median equal what، equal n divided by 2. مين ال n، التوتال بتاعنا divided by 2 هي equal 5. هروح عندي عند ال 5 في الواي اكسس، تمام، واقوم ايه عامله كده هات كده اخبط كده هوت الكيرف بتاعي وانزل تحت، هجيب الفاليو بتاعه تقريبا هو هيبقى كام approximately، هيطلع ايه 5. يبقى هنا الفاليو هقول له كده الفاليو of median approximately كام 5. ولحد هنا نكون خلصنا exam 3، اشوفكم على خير ان شاء الله في exam اللي بعده، والسلام عليكم.